هنا راديو الزمن الجميل. نعيد إليكم سحر الإذاعة ودفء الذكريات بصوت الزمن الجميل. استعدوا للاستمتاع بمسلسل إذاعي من كنوز الفن المصري الراقي. يا ماجدة، ده كل الستات اللي في المصلحة. ايه اللي حصل يا فكرية؟ ما سمعتوش آخر خبر؟ عن ايه؟ خبر الموسم. عن ايه؟ البامية الأرداحي. بامية أرداحي، سهرة من تأليف مجدي الجلاد، إخراج كامل عبد المجيد. صباح الخير يا أستاذ عبد الودود. صباح الخير يا فكرية. هي سميرة ما جاتش الشغل النهارده ولا ايه؟ سلامة الشوف يا فكرية، ما هي قدامك محشورة على الملفات اهي. الله، مش تقولي انك هنا يا سميرة؟ يا خبر، مالك يا حبيبتي؟ حاطه ايدك على خدك ليه؟ لا مفيش حاجة يا فكرية. مفيش حاجة ازاي؟ ده انا شم ريحة الخناقات الزوجية على بعد كيلو، فشر كلب هول. صدقيني مفيش حاجة. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. فضفضي لي يا حبيبتي، ده انا الصدر الحنين للمصلحة كلها، وانت اتعودتي ما تخبيش عليا حاجة قبل الجواز وبعده. مفيش حاجة، اصلي مش عايزة اشغلك يا فكرية. عن ايه يا حبيبتي؟ انا لا عندي عيل ولا جوز مستنيني. قطعوا الرجالة، جربت حظي معاهم 4 مرات وما خلصتش منهم غير بالمحكمة. رجالة علل. مش كل الرجالة يا فكرية. قصدك ايه يا استاذ عبد الودود؟ ما انت هتدافع عن حسن جوز سميرة لانه اخو مراتك وانت اللي مختاره لها. يا فكرية انت اللي كنت ايه يا استاذ عبد الودود؟ ما تكمل. نكدية؟ مش ده قصدك؟ انت اللي قلتي. انا ما بقولش. بقولك ايه يا سميرة؟ قومي بينا على مكتبي نتكلم هناك براحتنا. قومي هزي طولك. سيبي سميرة في حالها يا فكرية. جرى يا استاذ عبد الودود؟ الله، ما تخليك في شغلك وسيبنا في شغلنا. حصلين يا سميرة، حصلين. سميرة. ايوه يا استاذ عبد الودود. انا مش همنعك تروحي معاها، لكن خديها مني نصيحة يا بنتي. السر لو خرج من بين 2 ما يبقاش سر، يبقى خبر، والخبر على عينك يا تاجر. والبيوت اسرار يا سميرة، وسر البيت عموده. يا ريت تكوني فهمتيني. اطمن يا استاذ عبد الودود، الكلام ده حسن دايما بيفكرني بيه. الله، جرى ايه يا سميرة؟ سايباني مقطوعة بره وواقفة تتسامري؟ الله، حصلين على مكتبي. لا 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 لا، مالكش حق يا حسن. لا. الله، ماليش حق في ايه يا سعفان؟ يا راجل ما تعملش في نفسك كده، افتح الشباك، ارخي الستارة. شباك ايه يا سعفان وستارة ايه؟ انا فاهم وانت فاهم، ليه بقى تعمل مش فاهم؟ صدقني مش فاهم. بقى بالذمة ده شكل راجل متجوز بقاله 8 شهور. الله، وايه دخل الجواز بالشباك وستارة يا سعفان؟ ما هو الجواز ومشاكله هم سبب تعكير مزاجك. وبعدين يا اخي اذا ما فضفضتليش يعني هتفضفض لمين؟ سيبك بقى من الشغل اللي في ايدك ده واحكي لي. ما هو انا الصدر الحنون اللي كل الزملاء في المصلحه بيرتاحوا عليه. اطمن، سرك في بير. بقول لك ايه، لا بير ولا بحر يا سعفان. الله يا راجل ما تبقاش عصبي كده، احكي لي بقى بالتفصيل الممل عشان اقدر افتيك الفتوى اللي هي. شوف يا حسن يا اخويا، اصل الست من دول. استاذ سعفان لو سمحت عايز اخلص شغلي. انا يا سيدي ولا تزعل، نقدر ندردش بعد ما تخلص شغلك. بس انت تعرف يا حسن يا اخويا، انا من لحظه معرفتي انك ناوي تتجوز سميره زميلتنا من فضلك يا استاذ سعفان ارجوك ما تتدخلش في حياتي الخاصه. يا راجل هو في حياه خاصه وحياه عامه؟ ما كلنا زملاء وعارفين اسرار بعض. اسرار الشغل مش اسرار البيوت يا استاذ سعفان. عندك حق يا حسن، حقك عليا يا سيدي. انا اسف اذا كنت بحشر نفسي في حياتك الشخصيه، بس اصلي ده من عشم. يا استاذ سعفان لازم تعرف ان حياتي الشخصيه ملكي انا ومراتي وبس، واذا حبيت اتكلم عنها مش هتكلم عنها في الشغل. خلاص يا سي حسن، خلاص. طب انا عازمك الليله دي على فنجان قهوه بره الشغل عشان تتكلم براحتك. وانا اسف ما بشربش القهوه. طب ايه رايك بقى في كوبايه سحلب معتبره تشربها انت واتسحلب لك انا كده وجرجرك في الكلام لحد ما تفضفض. استاذ سعفان ممكن تحل عني بقى؟ يا خبر يا سميرة، يا خبر، دي حاجة ما تتسكتش عليها ابدا. لا لازم تشوفي لك حل قبل ما ياخد على كده ويموتك من الجوع. وحكمة قالتها لي خالتي نبوية،
اذبحي لجوزك القطة من ليلة الدخلة، بعد كده لو حب يبص حواليه مش هيلاقي غيرك. حسن كويس وطيب يا فكرية، لكن ايه يا خايبة يا نايبة يا قطة مغمضة؟ المسألة مش للدرجة دي يا فكرية. اياك ناوية تسكتي لحد ما توصلي للدرجة دي؟ ما هي دايما بتبتدي كده. معلش يا سميرة يا حبيبتي، الشهر ده علينا اقساط كتير، اعملي لنا بامية قرداحي من غير لحمة، وبعد كده ياخد على كده. حليني بقى يا مني، خلصني. مش ده اللي حصل؟ فعلا هو ده اللي حصل. شفتي بقى ان كلامي ما ينزلش الارض ابدا؟ انا كنت معاكم. لا يبقى تصدقيني وتسمعي اللي اقولك عليه على طول. صباح الخير يا مدام. عند الاستاذ عبد الودود. هو ايه اللي عند الاستاذ عبد الودود؟ طلب حضرتك. وخدي بالك بقى يا سميرة، من فضلك. من فضلك ايه انتي؟ الله، سيبينا نشوف شغلنا. ما هو انا جايه لحضرتك عشان كده. الطلب اللي معايا ده. يا مدام انا ما اقصدش شغل المكتب. امال تقصدي ايه حضرتك؟ رسالتي الاجتماعية مع زميلاتي في العمل. يعني يرضيكي اسيب جوزها يتملعن عليها واسكت؟ اظن ما يرضيكيش وانت ست مكسورة الجناح زينا. لا طبعا ما يرضينيش، بس هي ايه الحكايه؟ اقعدي يا حبيبتي انا احكي لك. ها، ودي قاعده. شوفي يا ايه اسم الكريمة ايه؟ فتحيه. وحضرتك؟ فكرية. ودي سميرة صاحبتي. شايفة يا حبة عين امها قاعدة ومسحمة ازاي وحاطة ايدها على خدها؟ منهم لله الرجالة اللي معكنين علينا حياتنا. ايه بقى الموضوع يا ست فكريه؟ شوفي يا فتحية يا حبيبتي. ايوه يا فكريه يا حبيبتي. تصوري المدعو جوزها عايزها تطبخ البامية قرديحي. يا خبر. شفتي انت اتخضيتي ازاي؟ عمرك سمعتي كده؟ ده شيء عمري ما سمعت عنه ولا في الحواديت. اديكي عشتي لحد ما سمعتي. رجالة يا اختي رجالة. من رجالة. لا ملوش حق يا سميرة. لا، على رأي خالتي نبوية، اللي اختاشوا ماتوا. ليه؟ علشان اختاشوا. قال عايزها تطبخ البامية قرداحي. يا جماعة حسن جوزي كويس قوي، بس الظروف هي اللي... ظروف ايه وجوابات ايه يا سميرة؟ ده كهن رجالة، اسألينا انا عنهم. انا صاحبة 3 سوابق جواز وبفكر يا اختي في الرابعة، واعرف اكتر منك. يعني ايه؟ يعني عقلك في راسك تعرفي خلاصك. والمثل بيقول اللي ما يقدر عليه الأدوم يقدر عليه المنشار، واللي ما يقدر عليه المنشار تقدر عليه المحاكم. محاكم؟ يا خبر. لا يا جماعة، لا، انا عمري ما فكرت في كده. ده احنا متجوزين ما كملناش 8 شهور. وايه يعني؟ انا مرة رحت المحكمة يوم الصباحية. يوم الصباحية؟ ليه؟ بسلامته قام الصبح ولع سيجارة وخد نفس وكح معايا. سامعة يا سميرة؟ اتعظي ولا هتعيشي طول عمرك قرداحي. عيني عليكي يا شابة ياللي ما تهنتيش بعد 8 شهور جواز يا حبيبتي. يا جماعة مش كده. حسن بيحبني وانا واثقة من كده. كان بان عليه. قالوا ابو فصادة بيعجن القشطة برجليه. قلت كان بان عليه. اللي يحب يغطس ويقب ويجيب بودرة العفريت ولبن العصفور لمراته، انما ده عايز يأكلك البامية قرداحي. عجبت لك يا زمن. معايا يا فتحية يا حبيبتي؟ طبعا معاكي يا فكرية يا حبيبتي، كلامك بينقط حكم. بس وحياتك يا حبيبتي بقى تخلصي لي الطلب ده. فوت علينا بكرة يا حبيبتي. ليه بس يا حبيبتي؟ علشان ميعاد العمل الرسمي انتهى يا حبيبتي. كنت فين يا سميرة عشان ترجعي البيت دلوقتي؟ يا سلام، ولك عين تسألني كنت فين؟ صحيح يعملوها ويخيلوا. هم مين يا سميرة؟ اللي ما يتسموش يا حسن. قصدك ايه يا سميرة؟ ما قصديش يا حسن، انا جايه تعبانه من زحمه الاتوبيس وعايزه ادخل استريح يا حسن. لا استني عندك، انا لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. حكايه ايه بقى يا استاذ؟ ساعة وانا مستنيكي في المكتب، ما عدتيش عليا ليه زي كل يوم؟ واشمعنى انا اللي اعدي عليك كل يوم؟ ما تعديش انت عليا ليه؟ انا اللي عدى عليك يا سميرة؟ انا اللي مكتبي في الدور الاول، عايز انا اطلع لك مكتبك في الدور السابع في زحمة نزول الموظفين عشان انزل معاكي تاني؟ وما تطلعليش ليه؟ على رجليك نقش الحنة؟ لا ده كلام جديد يا سميرة، اول مرة اسمعه. ومن هنا ورايح مش هتسمع غير الكلام ده يا سي حسن. الله، اسمحي لي اقول لك الحوار بقى هابط جدا بينا، وانا سايب لك الشقة وخارج. الشقة من حق الزوجة. نعم، بتقولي ايه؟ ويكون في علمك بقى مش هطبخ البامية قرداحي.
ولا يهمك يا حسن يا اخويا، انا هجوزك ستها. يعني مش كده، خليكي محضر خير بين اخوكي ومراته. الله، بس سامع حسن اخويا بيقول ايه يا سعد ودود؟ فيها ايه يعني لما تطبخ الباميه قرداحي؟ كام قسط بيدفعهم يا عين اخته كل شهر؟ تلاجه وغساله وبوتاجاز وتلفزيون. ايه هيعمل ايه؟ يقطع نفسه ولا يعني كان اذنب لما قال لها نوفر تمن اللحمه الشهر ده؟ لا ما اذنبش، بس المسائل دي ناخدها بالهداوه، وكلمه حلوه تفك العقد التقيله. اشحال حاجه صغيره زي دي. صغيره؟ مين بقى اللي قال انها صغيره؟ ايوه صغيره يعني ايه؟ اسمع، يا تقول كلمه حلوه في القعده يا اما ما تتحشرش بيني وبين اخويا حسن. انا بقول الكلام اللي يرضي ضميري، اللي يبني ولا يهدش. يعني انا بقى كلامي اللي بيهد يا عبد ودود؟ ما تتكلم يا حسن، ساكت ليه؟ هقول ايه بس؟ ما تقولش حاجه يا اخويا، من النهارده انا اللي هقول. الخروف كنت اجيبه لها من عند الحاتي مشوي ومتكتف، تاكل وتاني يوم تنكر زي القطط. صدقني يا حسن يا صديقي، مهما عملت لهم مش هيشبعوا ابدا. ما تشرب السحلب، اشرب يا سعفان، يا سعفان، انا بدفع اقساط 150 جنيه كل شهر، ومرتبي على مرتبها ما وصلش 250 جنيه. اعمل ايه بس اكتر من كده؟ وانا عارفك طول عمرك قليط وما تحبش السلف، لكن قول لي انت صحيح عايزها تطبخ الباميه قرداحي؟ وعرفت منين؟ يبدو ان الزوج اخر من يعلم. جرى ايه يا حسن؟ انت مش واخد بالك ان المصلحه كلها ملهاش سير النهارده غير الباميه القرداحي ولا ايه؟ فضحتيني يا سميره. لو صحيح خايف من الفضيحه ما كانش عمل اللي عمله. سمعتي الاستاذ عبد الودود كان بيلمح لايه؟ بيلمح لايه؟ اخته عنايات بتقوي عليا وعايزه قال ايه تجوزه كده يبقى هما اللي بدأوا الحرب. شمشون قال ايه يا سميرة؟ قال ايه يا فكرية؟ عليا وعلى اعدائي. ها؟ ايوه صح يا فكرية. تعالي ورايا. على فين؟ مالكيش دعوة، امشي ورايا وانت ساكتة. وعلى الباغي تدور الدواهي، دوري يا دواهي. سعادة المدير عايزك يا حسن. ما تعرفش عايزني في ايه يا سعفان؟ انا حاولت اعرف منه فشخط فيا وقال لي مالكش دعوه يا استاذ سعفان، روح شوف شغلك، وابعت الاستاذ حسن. ايه ده؟ انت مودياني على فين يا فكرية؟ خشي يا سميرة برجلك اليمين. اخش فين يا فكرية؟ انا عمري ما دخلت مكتب محامي. من النهاردة هتتعلمي. يا اهلا وسهلا، اهلا، اشرقت الانوار وهلت التباشير. اهلا يا فكرية بنت خالتي. ازيك يا واد يا استاذ حبشي؟ وانا مؤاخذة بتدلعني يا استانم، اصل احنا كنا بنلعب الحجر على السطوح مع بعض واحنا قد كده. ازيك يا فكرية؟ ازيك وازاي جوز خالتي؟ وازاي الواد حلبيسة والبنت ضربوكة؟ وازاي خالتي روحية؟ بيسلموا عليك. اقعدي يا سميرة ومد رجليك وحط في بطنك لوح تلج متلج. انت في مكتب حبشي ابن خالتي. اي نعم ابن خالتها حبشي حبوش العكر. امال علمي لك شويه على الهاني مستاني، علمي لك شويه. سميرة زميلتي في الشغل واختي وحبيبتي الروح بالروح. وانا والاستاذ في الخدمه يا سميرة هاني، اتفضلي. حبشي ابن خالتي بقى اشطر وكيل محامي نعم. امام الجنايات والنقد ما والابرام. تاخديناش في دوكه يا فكريه. الاول تشربوا ساقع ولا سخن ولا بين البنين؟ لا ملوش لزوم، احنا عايزينك في استشارة قانونية. يا سلام، قانونيه وغير قانونيه تحت امرك يا ست فكريه. دي فكريه بنت خالتي احنا خدامينها. انت ما انت عارفه ابن خالتي اتجهز في القانون المدني وفحل في الجنايات اللي ولا مؤاخذه المسائل ايه، جنحه، جنايات، مخدرات، اختلاس، جواز، طلاق. ايه ده؟ حيلك يا استاذ حبشي، احنا لسه ما وصلناش لكده. ما دام جايه مع فكريه بنت خالتي تبقى هتوصلي ان شاء الله. تحت امرك يا سيادة المدير. اقعد يا حسن واسمع اللي هقول لك عليه. اتفضل يا فندم. انت عارف يا حسن ان العمل وخاصة عملنا هنا في المصلحة دي بالذات اسرار. تمام يا فندم، والسر اللي يخرج من بين اتنين ما يبقاش سر. علشان كده والمعرفة بيك والكفاءتك وامانتك اخترتك انت بالذات من بين جميع الموظفين لمهمة سرية خاصة بالعمل. انا متشكر جدا يا فندم على ثقة سيادتكم، وان شاء الله اكون عند حسن الظن. حضر نفسك يا حسن علشان هتسافر اسكندرية. امتى يا فندم؟ هقول لك قبل الميعاد بوقت كافي، بس انت كون مستعد، وزي ما اتفقنا
السر لو خرج من بين اتنين يبقى خبر يا فندم. ولا حتى سميرة مراتك تعرف؟ طبعا يا فندم، اطمئن سيادتك. يا ابو علي، سيادة المدير كان عايزك في ايه؟ لا ولا حاجة يا سعفان. ولا حاجة ازاي؟ يعني كان بيسألني عن حاجة بخصوص الشغل. حاجة زي ايه يعني؟ حاجة وخلاص يا سعفان. جرى يا ابو علي، جرى ايه؟ ما احنا خلاص اتفقنا، اسرار البيوت ماليش دعوة بيها، لكن اسرار الشغل من حق اعرفها. ومين بقى اللي اداك الحق ده يا استاذ سعفان؟ حق الزمالة يا اخي، ده احنا بنشتغل في مكتب واحد ولازم نكون ستر وغطا على بعض. قول لي بقى، سيادة المدير كان عايزك ليه؟ هقول لك يا سعفان. قول يا ابو علي، انا سامعك كويس، كل اذان صاغية. بس انت عارف ان السر لو طلع من بين اتنين ما يبقى السر، يبقى خبر. طبعا يا ابو علي، الخبر على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج. يعني انت مقتنع بكده؟ تماما، وده عايزه كلام. قول بقى يا حبيبي، قول، شوقتني. السيد المدير استأمني على سر خطير جدا. ايه هو؟ قول بسرعة يا ابو علي قبل ما حد يدخل علينا. انت مش مقتنع تماما ان السر لو خرج من بين اتنين ما يبقاش سر؟ ما قلت لك طبعا يا حسن. يبقى ازاي عايزني اقول لك على السر اللي بيني وبين سيادة المدير؟ لان انا وانت واحد. مين قال كده يا اخويا؟ انا اللي بقول كده. وانا بقول انا وانت اتنين يا سعفان. كده اهو، ما يضرش برضه. عن اذنك بقى. على فين؟ على البيت. طب ما تيجي اوصلك بعربيتي وندردش سوا في السكة. لا متشكر يا اخويا، انا هركب ميكروباص. براحتك يا حسن، بس برضه لازم اعرف السر، والا ما بقاش سعفان. حد يلم الأجرة يا حضرات. حاضر يا اسطى. اللي هيدفع يا حضرات. خد يا استاذ. ايوه، خد 2 واديني الباقي. حاضر. اتفضلي يا هانم. وادي شيلن الاخ اللي ورا. اتفضل. والباقي يا مدام. اتفضل يا اسطى. هم كده تمام. تشكر يا ذوق. ما كملتليش يا فتحية حكاية البامية الأرداحي. هو انا لسه ما كملتلكيش؟ لسه. دي الشركة اللي انا بشتغل فيها كلها عرفت، وطول النهار ملهاش سيرة غير سيرة اللي اسمه حسن ده وسميرة مراته والبامية الأرداحي. قولي قولي يا اختي، ادينا بنتسلى. قال ايه؟ بيحكم عليها تعمل البامية أرداحي. يا ساتر يا رب، ده ايه البخل ده؟ ده انا عمري ما سمعت عن بخل بالشكل ده ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا استاذ، مالك مزمزق ليه؟ ما نتكلمش يعني؟ ننزل ونسيب لك العربية؟ لا يا ستي، ما اقصدش. امال تقصد ايه؟ اقصد ان حرام عليكم يعني تظلموا الراجل. راجل مين؟ حسن، الاستاذ حسن جوز سميرة بتاعت البامية الأرداحي. وانت مالك انت؟ تنحشر ليه في اللي مالكش فيه؟ انت كنت تعرفه؟ عجايب. لاني انا يا ستي. انت ايه؟ انا نازل هنا يا اسطى. بقى كده يا سميرة. هو كده يا حسن. ما تركبيش دماغك يا سميرة. يا سلام، هتعمل ايه يعني يا سي حسن؟ اللهم اخزيك يا شيطان. ولا تقدر تعمل اي حاجة، اللي في بطني ده بيقول الشقة من حق الزوجة. كده بقى انا فهمت دلوقتي. فكرية خدتك النهاردة ورحتوا فين؟ حصلت يا سميرة تستشيري محامي كمان. وش عرفك اننا كنا عند محامي؟ لان الكلام ده كلام محامي. ايوه كلام محامي يا سي حسن. عايز حاجة بقى تاني؟ وقال مادام الزوجة حاضنة او حامل تبقى الشقة من حقها. انت بتهدديني يا سميرة؟ لا، بس ان كنت ناسي بفكرك. اسمعي يا سميرة، انا ما اتهددتش، والاخر مرة بحذرك، ابعدي عن اللي بتملى دماغك بالنمل الابيض ده والناس اللي مهمهاش الا خراب البيوت العمرانة. اختك عنايات هي اللي عايزة تخرب علينا يا استاذ. قرشة ملحتي من يوم ما عرفت اننا بنحب بعض وانك عاوز تتجوزني. يا سلام، افتكرت دلوقتي اننا بنحب بعض. يا ريت تفتكري على طول، ما كانش جرى اللي جرى ده. انا لو اطول نجوم السما كنت قطفتها لك وقدمتها لك في صحبة ورد. من يوم ما شفتك في المصلحة وقلت هي دي اللي هتشاركني حياتي على الحلوة والمرة. ده انا بعمل المستحيل عشان اسعدك وهنيكي واعمل بيت تبقى انت ست وانا سيده. وقلت لك يا سميرة هنتعب شوية في الاول لحد ما نسدد الاقساط اللي علينا، وبعد كده هنرتاح.
لكن للاسف للاسف ايه بقى؟ ما قدرتيش تحتملي واحنا لسه في بدايه المشوار. اختك هي السبب. ما تعمليش اختي حجتك، وما تنسيش ان اخوها الوحيد ويهمها تشوفني سعيد في حياتي. هو انت يعني مش سعيد معايا؟ كنت سعيد جدا لحد ما جت حكايه الباميه القرديحي. بقى حد يعمل كده يا سميرة؟ تفضحيني في المصلحة كلها وبره المصلحة كمان، وتخلي سيرتنا على كل لسان. نسيت اللي اتفقنا عليه، سر البيت عموده، ومشاكلنا ما تخرجش بره باب الشقة ولا ناخدهاش معانا الشغل. مش ده اللي اتفقنا عليه يا سميرة؟ ولا كلام ايام الخطوبة مدهون بزبدة يطلع عليه الجواز يسيح؟ انا ما قلتش غير لفكرية بس. وفكرية ما قالتش غير لفتحية بس، وفتحية ما قالتش غير لشكرية بس، وشكرية ما قالتش غير لسواق الميكروباص بس، وسواق الميكروباص ما قالش غير الركاب وبس، والركاب ما قالوش غير لجيرانهم بس، وجيرانهم ما قالوش. بس كفاية. ونسيت اختك اللي ظهرت على حقيقتها. ومين ادى الفرصه للفكريه ولا اخت عنايات انهم يتدخلوا في حياتنا؟ ها، مش انت يا سميره؟ دي ما كانتش كلمه فضفضت بيها عن نفسي في لحظه ضيق. كلمه من حرفين ممكن تقوم الحرب العالميه الثالثه والرابعه في نفس واحد يا سميره. خلاص بقى يا حسن، يا ريت تقفل على السيره دي بقى. ما عنديش مانع، بس يا ريت تكوني خدت درس من اللي جرى. قلت لك خلاص بقى يا حسن، الله حقك عليا يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي. صوفيا لبن حليبة يا قشطة. يعني مش واخد على خاطرك مني؟ وانا اقدر يا حبيبتي، ده انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت واختي عنايات. طيب يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ويخليك ليا يا حبيبتي. قومي بقى، يلا امي حضر لنا لقمه ناكلها لحسن انا ميت من الجوع يا حبيبتي. التلاجة فاضية يا حبيبي. انا بالاول ما كنتش عايزه الجوازه دي تتم. انت السبب يا عبد ودود. انا السبب في ايه بقى يا عناد؟ انت اللي شجعت حسن اخويا انه يتجوزها. فضلت تقول له دي موظفه في مكتبي واعرف كل حاجه عنها وبنت ناس كويسين وعايزه تعيش واهلها بعيد عنها، اخلاقها كويسه ودي اخرتها. مش ده اللي حصل يا سي عبد ودود؟ وانا لازلت وهفضل مقتنع بكل اللي قلته. سميرة بنت ناس كويسين واخلاقها كويسة وانسب زوجة لحسن اخوك. شوف يا اختي الراجل، اهو انتوا كده يا رجالة ما تطلعوش نفسكوا غلطانين ابدا. انت نفسك قلت الكلام ده بعد ما عاشرتيها فترة الخطوبة وبعد جوازه. ضحكت عليا بكلامها المزوق المتحفلط، لكن اتكشف المستخبي وبان وسقط من على وشها برقع الحياة. اللي زي سميرة قلبها ابيض يا عناد، عشان كده بتبقى على نيتها. يا اختي دي ميه من تحت تبن، تتمسكن لما تتمكن. يا عنايات، اي زوجين جداد لازم يحصل ما بينهم سوء تفاهم لحد ما ياخدوا على بعض ويفهموا طباع بعض. واحنا اول ما اتجوزنا من 20 سنة كنا كده، ولا نسيتي؟ انا كنت زيها، ده انا كنت نسمة. ايه انت نسيت ولا ايه؟ انت راجل انت عايز تجنني ولا ايه؟ انا عايز افهمك ان كل سوء الفهم ده بينتهي بكلمة حلوة في لحظة صفاء تعود الحياة لمجراها الطبيعي. لا طبيعي ولا صناعي، خلاص اللي انكسر ما يتصلحش. يا عناد كل شيء بالعقل. العقل ده ايه؟ عقل ايه وزلابية ايه يا راجل انت؟ بس ارجع واقول انت السبب. مش كان زمان ودلوقتي متجوز شربات بنت المعلم خميس الجزار وعايش في خيرها وخير ابوها، بدل ما هو يا حبة عين اخته من كتر الاقساط اللي عليه ما عادش عارف شماله من يمينه. وليه كده بقى وطلع المستخبي؟ الموضوع مش سميرة، الحكاية شربات بنت المعلم خميس الجزار. ايه كان مالها شربات بنت المعلم خميس الجزار يا عبدود؟ يعني هات الحب اللي جمع بين حسن وسميرة، اموال خميس وعمارات ومال قارون حتى ما كانش ممكن يصنع بين حسن وشربات ربع الحب اللي بين حسن وسميرة. حب أرداحي. الحب الأرداحي مدام خالي من الطمع والأغراض والمصلحة أفضل 100,000 مرة من الحب اللي أساسه الطمع والفلوس. ده عند اللي بيفهم. يعني إيه؟ يعني أنا بقى ما بفهمش يا سي عبدود؟ حتى إشعار آخر. الله،
حلو لذيذ جدا يا سميرة. الأجمل من ده كله إن أنا وأنت خرجنا نتفسح لأول مرة بعد الجواز يا حبيبي. عندك حق، 8 شهور ما فكرناش نيجي نقعد في مكان زي ده على الكورنيش. لكن معلش يا حبيبتي، ما انت عارفة بقى بشتغل ليل مع نهار عشان نسدد الاقساط اللي علينا، وكمان علشان الطفل اللي في السكة ده. سلام، هو أنت يعني بس اللي بتشتغل لوحدك؟ لا، احنا الاتنين طبعا. انتوا كده دايما يا رجالة، دايما تتكلموا بصيغة المفرد وتقولوا أنا مش إحنا. ما هو انا يعني انا وانت يا حبيبتي. وليه ما تقولش انتي وانا بدل ما تقول انا وانتي؟ وانا وانتي وانتي وانا ايه واحد، ما تفرقش. لا تفرق كتير يا حبيبي. ما كانش ده كلامك واحنا مخطوبين يا سميرة. اللي على البر عوام يا حسن. الظاهر اني كنت مسرفة جدا في احلامي ايام الخطوبة. لكن اتضح لي بقى ان الجواز ده شيء تاني خالص. فعلا الجواز ده مسؤولية للي يعرف معنى المسؤولية. ايه ده؟ قصدك ايه بقى يا حسن؟ اني ما اعرفش معنى المسؤولية؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انت اكتر حاجة بحبها فيكي انك بتعرفي معنى المسؤولية. وانت كمان يا حسن يا حبيبي، ما كنتش واخدة بالي ان عندك طاقة كبيرة على تحمل المسؤولية. لاني بحبك يا سميرة، وعمري ما حبيت غيرك. ياه، كلامك حلو قوي الليلة دي يا حسن، ما قلتهوليش قبل كده. بقالنا 8 شهور متجوزين، كان نفسي اسمع منك جملة واحدة من اللي انت قلتها لي دلوقتي. انا كان بيبقى نفسي اقول، لكن الاقساط اللي علينا كانت بتكتم على نفسي الكلام ما يطلعش. اسمع يا حسن، احنا من هنا ورايح نيجي مرة كل اسبوع، نقعد هنا وننسى كل مشاكلنا. عندك حق يا سميرة، لازم نغير الجو ونشوف حاجة تانية نتكلم فيها غير مشاكلنا دي، ولو يعني ساعة كل اسبوع. صح يا حبيبي. خلاص، يوم الخميس الجاي زي النهاردة نيجي ونقعد هنا سوا يا حبيبي. الخميس اللي جاي؟ ايوه. طيب، ما بلاش الخميس اللي جاي، خليها الخميس اللي بعده. ليه بقى؟ اصل ايه يا حسن؟ ما تتكلم. لا ابدا، مفيش. حسن، هتخبي عليا؟ لا طبعا ما اقصدش يا حبيبتي، بس اصل يعني الخميس اللي جاي مش هكون في مصر. امال هتكون فين يا حبيبي؟ ده سر بقى يا سميرة. سر عليا انا يا حسن؟ ده انا مراتك حبيبتك. لا ابدا، انا هكون في اسكندرية. اسكندرية ليه؟ يعني مأمورية خاصة بالشغل كلفني بيها السيد المدير، بس أرجوك يا سميرة، ده سر ما احبش أي حد يعرفه. طمن يا حبيبي، سرك في بير. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا حبيبي. ايه مالك يا استاذ عفان؟ عمال تتني وتتفرد ومش عارف تقعد على بعضك ليه؟ متغاظ يا استاذة فكرية. متغاظ بس؟ ان جيت للحق يا فكرية، انا متغاظ جدا، بل اني لا اخفي عنك سرا لو قلت اني هنفجر من الغيظ. طب بقول لك ايه، في موقف عربيات فاضي ورا المصلحة، عارفه؟ طبعا عارفه، بركن عربيتي فيه. خد ديلك في اسنانك دلوقتي وانزل جري، انفجر هناك وتعالى. انت بتهزري يا فكرية يا ام الصدر الحنون زي حالاتي؟ ما انت قاعد بقالك ساعة تهري وتنكد في نفسك ولسه ما قلتليش ليه ومن ايه؟ انا يا فكرية اتهزقت بعد 20 سنة في المصلحة واتقلت قيمتي كمان. ومين بقى اللي هزقك وقال لي قيمتك؟ هو في غيره؟ حسن بتاع البامية الأرديحي. وعمل ايه تاني الغير مذكور اسمه في دفتر العلاوات؟ تصور يا فكرية، رغم اني اقدم منه في المصلحة ب10 سنين، يعني انا كنت موظف وقاعد على مكتب وهو لسه راكب البسكليتة ورايح المدرسة، ومع ذلك قدر يكسب ثقة السيد المدير للدرجة اللي اصبح بيكلفه فيها بمهام سرية وانا يشخط فيا. تصوري يا فكرية،
احكيلي وفضفض لي، ازاي ده حصل؟ المدير بعت له وكلفه بمهمة يبدو انها خطيرة، ولما سألته عن فحواها قال ده سر بيني وبين السيد المدير، عليا انا، سر عليا انا وانت يا فكرية. ولا يهمك، دلوقتي هعرف كل حاجة، ما يجيبها الا ستاتها. لا خلاص يا فكرية، مش هحتاج الأستاذ حبشي ابن خالتك تاني. ليه بقى يا ست الستات؟ الحمد لله أنا وحسن بقينا خلاص سمنة على عسل كده. طيب يا حبيبتي، طيب، ألف مبروك، ربنا يتمم لكم بخير. صدقيني أنا فرحانالك. متشكرة. فرحانالك خالص. عارفة يا فكرية، عارفة إنك أول واحدة هتفرحي لي. طبعا يا حبيبتي، بس بقولك إيه، قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. قصدك إيه يا فكرية؟ قصدي واضح يا نور عينيا، اصحي وصحصحي، لا تفوقي تلاقي الديب أكل الغنم. ديب ايه وغنم ايه بس يا فكرية؟ وهو فيه ديابة غير اللي ما يتسموش الرجالة، وغنم غيرنا احنا يا ستات يا غلابة يا مساكين يا مكسورين الجناح. برضو مش فاهمة اي حاجة يا فكرية. افهمك واجر والثواب عند الله. ما تتخدعيش في مبادرة الصلح اللي وقعها معاكي حسن. ليه بقى؟ لان الديب ما يتصالحش مع الغنم الا اذا كان لابدله في الذرة. يعني ايه بقى؟ يعني خلي بالك، حسن ناوي يغدر بيكي. لا 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 لا، حسن طيب قوي يا فكرية وقلبه ابيض. انت اللي طيبة وقلبك ابيض زي البطيخة القرعة ومش عارفة صنف الرجالة. امال انا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي بعد جوز الرابع؟ هما كده، يعمل لك شبورة من الحنان والحب ويتمسكن ويعمل هدنة لما يكون ناوي على حاجة زي ايه يا فكرية؟ فتشت جيوبه كويس؟ انا عمري ما عملتها ولا فكرت اعملها. مش بقولك قطة مغمضة؟ فهميني يا فكرية، انا اهلي كلهم في المنصورة وماليش هنا حد غيرك. افهمك تاني وتالت. خالتي نبوية قالت لي ايه؟ يا حملة هم الناس خليتي همك لمين؟ القصد انا شامة كده ان حسن ناوي يلعب بديله. حسن ملوش ديل خالص يا فكرية. هتفضلي طول عمرك عبيطة. الراجل من دول تلاقيه مخبي ديله تحت جلده. مش ممكن يا فكرية. ايه هو اللي مش ممكن يا عينيا؟ شاب حلو زي حسن وراجل ملو هدومه كانت تتمناه العذارة. ألف مين تلعب في صواميل مخه وانت نايمة على صرصور ودنك ومش دريانة. لحد دلوقتي انا مش شايفة عليه اي حاجة يا فكرية. لانك لابسه نضاره الحب العاميه. قوليلي، هو ما قالكيش على سر كده ولا كده ولا رايحين ولا رايحين؟ سر؟ ايوه يا اختي سر. مالك اتلوقتي كده ليه؟ افتكرت، هو كان قال لي انه مسافر اسكندرية يوم الخميس الجاي، بس في مأمورية تخص الشغل هنا. بس استني عندك واربطي على كده، وهو المطلوب اثباته. اثبت يا شاويش. صدقيني يا سميرة، المأمورية خاصة بالشغل وسرية كمان، ولا فيش أي حاجة من اللي في دماغك. الله، هو أنا عارف أصرف على بيتنا لما هصرف على بيت تاني في اسكندرية؟ الكلام ده تضحك بيه على حد تاني، لكن أنا خلاص فتحت عينيا يا أستاذ. على إيه يا سميرة؟ على إن أنا متجوز واحدة غيرك في اسكندرية؟ عايزني أصدقك؟ لازم تصدقيني، لأن عمري ما كدبت عليك. يبقى أجي معاك اسكندرية رجلي على رجلك. بقولك أنا مسافر في مهمة سرية بعد بكرة. يعني إيه؟ يعني مش ممكن أخدك معايا كده. طيب يا حسن يا سميرة، ما تجيبش سيرة اسمي على لسانك أبدا يا حبيبتي. ابعد عني، ما تلمسنيش وبخليها تنفعك. هي مين دي؟ بتاعت اسكندرية يا أبو اسكندر. إيه أبو اسكندر؟ اللهم اخزيك يا شيطان. جالك كلامي الله يرحمك يا خالتي نبوية. كانت تقول البطيخة القرعة لبها كتير، وانا كلامي ما ينزلش الارض ابدا. وانا مش عارفة اعمل ايه يا فكرية. طرطقي ودانك واسمعيني. الفار وقع من السقف، القط قال له اسم الله عليه. يعني ايه يا فكرية؟ يعني الغير مذكور اسمه وقع ولازم تثبتي عليه الوقعة. هعمل ايه؟ بتسأليني هتعملي ايه يا خيبتك؟ اسمعي،
انت مش عارفه طريق اسكندريه؟ ايوه. وهو مسافر بكره في الفجر. تحضري له الشنطه بكل حب وحنان. طب وبعدين يا فكريه؟ قبل ما يوصل المحطه تكوني انت سابقاه، بس حسك عينك يحس بيكي. اروح وراه اسكندريه؟ وباحكي لي على اللي هتشوفيه. يلا على رأيي بقى خالتي نبوية، اعملي الخير يا فكرية وارميه البحر. بتقول ايه يا سعفان؟ سعادتك يا فندم بتسألني عن مدام سميرة؟ ايوه بسألك عن مدام سميرة. وانا بقول لسعادتك يبدو انها سافرت مع الاستاذ حسن اسكندرية النهاردة الصبح عشان ما جاتش الشغل النهاردة. بقى كده؟ خير يا فندم، في اي خدمة اقدر اقدمها لسعادتك؟ لا 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 لا، روح انت يا استاذ سعفان شوف شغلك. امرك يا فندم. بقى كده يا حسن، هو ده السر اللي امنتك عليه؟ طيب يا فكرية يا فكرية. سيبك من وصلة الآهات دي واحكي لي اللي حصل بالتفصيل. عملت اللي قلتيلي عليه يا فكرية، وراقبته لحد ما وصل اسكندرية. لقيت عمارة كبيرة على الكورنيش، طلعها وبعد شوية نزل ومعاه واحدة بيضة وشعرها أصفر يا فكرية. جالك كلامي؟ شفت بعيني، محدش قال لي يا فكرية. رجالة يا سميرة، رجالة بقى مش مكفيه البامية القرديحي كمان يعرف واحدة في اسكندرية وعندها عربية 7 متر ونص يا فكرية. وركب معاها؟ هو ركب معاه وانا ركبت القطر ورجعت على مصر وجيت احكي لك يا فكرية، جيت اقول لك اللي شفته بعينيا يا فكرية. يا فكرية يا فكرية. قسمي يا اختي قسمي. يا فكرية. انت جيت يا حسن؟ على طول يا فندم، ما قعدتش في اسكندريه نص ساعه. اول ما وصلت المكتب وبلغوني ان سعادتك اتصلت وامرت اني ارجع، على طول رجعت في القطر اللي سافرت فيه. يا استاذ حسن اسمح لي اقول لك انك موظف غير امين، وان انا حطيت ثقتي في غير محلها، علشان كده استدعيتك من اسكندريه وبلغتهم يرجعوك مصر على طول. خير يا فندم، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المصلحه كلها كانت عارفه انك مسافر اسكندريه في مأمورية سريه، والمدام معاك كمان. عملتيها يا سميرة. هتكون راحت فين بس يا عنايات؟ انت رحت البيت ما لقيتهاش يا حسن؟ ايوه يا استاذ عبد الودود. شيء عجيب، دي كانت في المكتب النهارده وروحت في ميعادها. جت المكتب الساعة كام؟ النهارده كانت متأخرة شوية، حوالي الساعة 12. يعني ايه؟ تكونش يعني تشوف مرتك راحت فين يا اخويا لحد دلوقتي والساعة بقت 10 بالليل. هتروح فين بس يا عنايات؟ هو انت سألتني لما جيت تتجوزها قام جاي تسألني دلوقتي؟ النهارده الخميس، الليلة ليلة الجمعة، يمكن يعني تكون راحت تسهر. يا عنايات مش كده، ده انت عندك ولاية. بس خلاص انا عرفت هي فين. يا اختي مين اللي هيجيلي دلوقتي؟ اكيد ده حسن. وعرف عنوان ازاي؟ يا ستي اللي يسأل ما يتوهش، افتحي له بسرعة. جرى ايه يا سميرة؟ ده اللي اتفقنا عليه؟ اياكي تتخدعي بكلامه المعسول ويضحك عليكي تاني. اطمني المرة دي مش هيحصل، يلا افتحي. اهلا يا استاذ حسن، اهلا. سميرة فين؟ الله، طب قول مساء الخير الاول. يلا بينا يا سميرة. يلا بينا على فين؟ على بيتنا يا سميرة. مش قبل ما اعرف عملت كده ليه؟ انا اللي المفروض اسألك السؤال ده، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت ايه يا استاذ؟ مش عارف عملت ايه؟ وانت مش عارف انت عملت ايه؟ انا اللي بسألك تجاوبيني، انا جوزك. وانا كمان بسألك تجاوبني وانا مراتك. انا اللي سألتك الاول يا سميرة، ردي على سؤالي. مش هرد، رد انت الاول على سؤالي. وانا هقوم اعمل لكم كوبايتين سحلة. اللهم طولك يا روح. اتفضلي يا ستي اسألي. انت تعرفها منين؟ من امتى؟
قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ انت بتتكلمي عن مين؟ من غير لف ودوران يا سي حسن جاوب على سؤالي. الله، صدقيني انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. اصدقك؟ عايزني اصدقك وانا شفت بعينيا ما حدش قال لي؟ شفت ايه يا سميرة؟ هقول لك يا سي حسن شفت ايه؟ عشان تعرف اني مش عبيطه ونايمه على صرصور ودني زي ما انت كنت فاهم. الهانم البيضه ام شعر اصفر اللي نزلت معاك من العماره الكبيره وركبت جنبها العربيه 7 متر ونص. بقى كده. ايوه كده. الصورة اتضحت لي دلوقتي يا هانم، يعني انتي جيتي ورايا اسكندرية. جيت وراك عشان اظبطك متلبس بجريمتك يا موديل معوج. بقى دي اخرتها يا سميرة، تتجسسي عليا وتيجي ورايا اسكندرية. اياك تقول لي انها موظفة في المصلحة عرضت عليك توصلك للمحطة، اياك تقول لي كده، ما انا فاهماك. فعلا دي الحقيقة يا سميرة. والست كتر خيرها وصلتني لغاية المحطة عشان الحق القطر، هي دي الحقيقة. ايوه الحقيقة ان اللي اختشوا ماتوا يا استاذ. يا سميرة اغزي الشيطان وقوم نروح على بيتنا، وكفايه اللي حصل لي من السيد المدير بسببك. مش هرجع يا سي حسن، واعلى مفخلك اركبه. نعم. انا ليا اهل يا استاذ، هبعت اجيبهم يتفاهموا معاك. بقى كده؟ ايوه كده و60 كده كمان. طيب يا سميرة. طيب انت لا يا سي حسن ودق يا مزيكا. اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا بفكريه بنت خالتي وزي خالتي. انا كنت عارف انكم هترجعوا لي تاني. ودينا رجعنا يا حبشي. هنتاخر كده على الشغل يا فكريه. اصبري عليا يا سميره، ده انت داخله على معركه. اي نعم، معركه كبرى، معركه حاميه الوطيس، بس ربنا يستر والقضيه ما تطلعش في طيس. بقول يا سميره هانم، القضايا والمحاكم يا هانم لها وصفه ثلاثيه، عايزه مال قارون وصبر ايوب وعمر نوح. واحنا قدها وقدود يا حبشي. مين؟ ورانا ايه؟ ده انا دوبت 4 رجاله في المحاكم وكعب جزمتي ما اتبرقش. ولا اتبري انت بيهمك افتح لك ملف جديد يا سميره هانم؟ افتح يا حبشي واكتب لها اول طلب. ده اللي حصل يا استاذ عبد الودود. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بدأت بالبامية الأرداحي وانتهت باسكندرية. كل اللي عملته ده ومصممة ما ترجعش البيت، ودلوقتي سابت المكتب ونقلت شغلها مكتب فكرية، وعايشة معاها كمان في شقتها. يا حفيظ يا رب. بقول لك يا حسن، تعالى معايا. على فين؟ هعمل محاولة، يمكن ربنا يقدرني ولين دماغها وابعدها عن جار السو اللي اسمها فكرية. لا ما فيش داعي يا استاذ عبد الودود، فيش داعي تحرجني وتحرج نفسك. تعالى بس اسمع كلامي، انا زي والدها برضه وهتقدر مروحنا ليها. قوم. ولا يهمك يا سميرة، بكرة لما يعرف انك هتجرجريه على المحاكم هيجيلك لحد عندك ويبوس ايدك. وبكرة ليه؟ دلوقتي حالا. ايوه يا حبيبتي. الله، مش قلتلك اهو وصل. صباح الخير يا سميرة يا بنتي. صباح الخير يا استاذ عبد الودود. قربني يا حسن، عايزك في كلمتين يا سميرة انا وحسن. انا ماليش كلام مع المذكور اسمه يا استاذ عبد الودود. شايف يا استاذ عبد الودود، مش قلت لك بلاش؟ ايه هو اللي قلته له يا غير مذكور اسمك؟ انت مش مكفيك اللي عملته في البنية الغلبانة الغريبة عن اهلها، جاي كمان تكمل عليها في شغلها واثناء اداء مهامها الوظيفية؟ دي اصول يا استاذ عبد الودود. يا مدام فكرية وطي صوتك، مش كده، احنا مقر عمل. ولما هو مش كده واحنا في مقر عمل، امال يبقى ازاي حضرة رئيس القسم؟ يا فكرية خليكي محضر خير. يعني انا محضر بوليس يا استاذ عبد الودود؟ انت كمان جاي تهني في مكتبي؟ طيب انا رايحة لسيد المدير، هو اللي هيجملي حقي. ايه ده؟ الحقني يا ست المدير. ايه الحكايه؟ فهموني. هات لي حقي يا ست المدير، هات لي حقي يا ست المدير. انتوا بتعملوا ايه هنا يا اساتذه؟ يا فندم الموضوع ما فيه. موضوع ايه يا استاذ عبد الودود؟ ده تسيب واستهتار بمصلحه العمل. كلكم متحولين للتحقيق. يا فندم انت بالذات ما تتكلمش، ليك حساب تاني معايا، حصلني على مكتبي. امرك يا فندم.
وليك انت تتكلم يا استاذ؟ يا خساره، كنت واضع ثقتي فيك. صدقني يا فندم ده كل اللي حصل. ومراتك تعرف ليه انك مسافر اسكندريه في مهمه خاصه بالمصلحه؟ مش قلنا السر لو خرج من بين اتنين ما يبقى السر؟ زلة لسان في لحظة صفا يا فندم. واسرار الشغل تدخل ليه في لحظات الصفا اللي بينك وبين مراتك يا افندي؟ اللي حصل يا فندم، واؤكد لسعادتك اني استوعبت الدرس، ولسوء حظي انها جت تراقبني في اسكندريه وشافت مدام ناهد سكرتيره السيد مدير الفرع وهي بتوصلني بعربيتها عشان الحق ميعاد الديزل، وتهيأ لها اني على علاقه بيها، مع ان دي اول مره اتعرف على حضرتها والقيامه قامت يا فندم. علشان كده شفت بقى اني مظلوم يا فندم. وواضح كمان ان اعصابك تعبانه جدا جدا يا فندم. علشان كده انا قررت انك تاخد اجازه لحد اعصابك ما تهدى، وتتفق انت ومراتك الباميه ارديحي ولا مش ارديحي. متشكر قوي يا فندم. والاجازه دي كام يوم يا سياده المدير؟ مفتوحه يا استاذ حسن. تبقى ارديح يا سياده المدير. هنا القاهره، الى ربات البيوت. والله وجه اليوم اللي تقعد فيه براسك في الشقة يا حسن وتسمع برنامج ربات البيوت. النهاردة سيداتي وسادتي بنستضيف الدكتورة فوقية مدرس علم الاقتصاد المنزلي. صباح الخير يا دكتورة فوقية. صباح الخير. من الحاجات اللي سمعتها أخيرا من بعض ربات البيوت مشكلة واحدة من ربات البيوت الموظفات العاملات، طلب منها جوزها تطبخ له البامية أرديحي بس وكمان اهلا دي الفضيحة وصلت الإذاعة كمان. يا فضيحتك يا فضيحتك يا فضيحتك اللي بقت بجلاجل يا حسن. اختي دي حاجه ما يتسكتش عليها يا عبدود، لسه هتفضحوا اكتر من كده؟ يا عناد حتى يوم الجمعة مش عايزاني ارتاح فيه يا عناد. اسكت انت، انا هجوزه ستها. طيب سيبيني بقى اتفرج على البرنامج ده، علي صوت التلفزيون شوية. السلام عليكم. المشكلة اللي وصلتنا النهاردة بإمضاء السيدة سميرة عين، وبتقول فيها إنها بعد زواج دام حوالي 8 شهور فقط اكتشفت إن زوجها بيعرف واحدة ست في محافظة تانية، وإنه بيسافر لها بحجة الشغل، وإنه مسافر في مأمورية خاصة وسرية. ومش كده وبس، الطامة الكبرى إنه بخيل جدا لدرجة إنه بيجبرها عنوة وقهرا إنها تطبخ البامية أرديحي. يا فضيحتك يا حسن، يا فضيحتك اللي وصلت التلفزيون يا حسن يا اخويا. ولا يهمك يا سميرة هانم، انا بعون الله هو بفضله هخليه ينسى اسمه، هخليه يمشي بظهره، هربي له الخفيف، اخليه يكلم نفسه والحق برقبتي، هسلقهولك، مش هخليه يتأمع عليك ابدا. احنا ما نقبلش اقل من الطلاق يا حبشي يا ابن خالتي. فكرية. نعم يا عينيا. بلاش سيرة الطلاق دي. انت هتحني له يا سميرة؟ لا بس يعني ما تدسبسيش، احنا في مكتب محامي مش في ملقى في قطط. اي نعم، وخليكي فاكره الوصفه الثلاثيه. لو شغاله مع محامي ايه كفايه ان انا شغال معاه. الوصفه الثلاثيه يا سميره هقولها لك تاني عشان تبقى حلقه في ودنك. المحاكم عايزه مال قارون وصبر ايوب وعمر نوح. قولي كده ورايا. شوف شغلك يا حبشي. حاضر. يا فكرية. اسكت انتي وسيبي اختك فكرية تشوف مصالحك وتدور لك على حقوقك، وبأقل الخسائر الممكنة ان شاء الله وبإذنه تعالى. انا هكرمك جدا جدا جدا، وممكن اقسط لك القضية لو عايزة عشان خاطر فكرية بنت خالتي زيها. المهم نعم تدوخولي السبع دخات زي انا ما دوخت اجواز الاربعه ودوخوني. اطمني جدا يا بنت خالتي. انت عارفه حبشي حبوش ابن خالتك لما يحط حد في دماغه يلا السلامه. وليك عليا بعون الله هطردهولك من الشقه، ممكن اخرجه من هدومه، وان قدرت اخرجه من جلده مفيش مانع، ولا اتراجع. لا تراجع ولا استسلام، ودق يا مزيكا. الو. ايوه يا حمايه. لا ابدا مفيش حاجه، دي كانت زعله وخلصت طبعا. ايوه احنا دلوقتي سمنه على العسل. نعم. لا هي في الشغل. طبعا لما ترجع هخليها تكلمكم وتطمنكم. مع السلامه.
اهلا يا عنايات يا اختي، اتفضلي. من غير كلام يا حسن، يلا معايا. على فين؟ هنعمل مشوار كده لحد المعلم خميس الجزار. ليه؟ انا قلت هجوزك شربات بنته، يعني هجوزك شربات بنته. جواز تاني ايه بس يا عنايات؟ ما هو اسمع بقى يا حسن يا اخويا، مفيش واحده ست لو الدرع راجل في عيلتنا، ومش هسمح ان واحده زي سميره تجرجر واحد من العيله بتاعتنا للمحاكم على اخر الزمن. محاكم ايه بس يا عنايات؟ سميره مهما حصل منها ما افتكرش انها هتوصل الامور للمحاكم. يا اختي ده انت طيب بصحيح وعلى نياتك. اجري شوف مين هنا يا عنايات. اتفضلوا يا جماعه. استاذ حسن انت كويس؟ اهلا يا استاذ سعفان، اتفضلوا يا جماعه. اهلا يا سياده المدير. انا جيت بس يا استاذ حسن لما تاكدت من براءتك في موضوع اسكندريه. الزملاء وسياده المدير يا حسن قرروا انهم يعملوا مجلس صلح بينك وبين سميره. انا ما اقبلش طبعا ان اتنين بيشتغلوا معايا تشتعل بينهم الحرب وتوصل الى ما وصلت اليه. فقررنا ان احنا نكون حمامة السلام. مشاكل ايه يا جماعه؟ مفيش مشاكل ولا حاجه. لا في يا حسن. اسكت انت يا عنايات. لا مش هسكت، في مشاكل ومشاكل كبيره كمان. فعلا في مشاكل، دي البلد كلها عارفه بأمارة الباميه الأردية. مش وقته يا استاذ سعفان. وسمعنا كمان انكم هتنفصلوا علشان انت كمان هتتجوز بتاعت اسكندريه، وان اختك عنايات هتجوزك واحده غنيه وبالاماره اسمها شربات. جرى ايه يا ناس يا هو؟ مفيش حاجه تستخبى في البلد دي. يا حسن انا قلت لك قبل كده سر البيت عموده. ايوه طبعا. تيجي سميره وتسمع الكلام ده. وسميرة كمان هتتجوز سيده. خش يا سميرة، تعالى يا حبش. وانا بصفتي القانونيه وكواحد من جهابذه القانون بقول الشقه للزوجه الحاضنه، وسميرة حامل، ثم قايمه العفش من حق الزوجه وهي التنفيذ الحبس. ان ما كانش عندك مانع يا مدام سميره انا جاهز. اخلصي انت من حسن وهتلاقيني مستنيكي. هو على فكره انا بقدس الحياه الزوجيه. يا ناس يا هو. يلا يا سي حسن فض الشقة وسلمها لسميرة. الشقة من حق الزوج ما دام الزوجة هي اللي طالبة أبغض الحلال. يسلم فمك يا استاذ، اهو ده الكلام. الشقة من حق الزوجة وبيننا وبينكم المحاكم. وانا جاهز استهانم. القانون رقم كذا لسنه كذا بيقول. لا بقى ما هو اسمعي يا ست انت. اسمعي انت وهي. يا ناس يا هو يا جماعه مش كده. انا اللي لازم تسمعوني. القانون رقم كذا لسنه كذا بيقول. يا اخوانا مش كده، فضوها السيره. يا ناس يا هو يا عالم مش كده. الله يا جماعه، حسن وسميره راحوا فين؟ صحيح، ده الارض انشقت وبلعتهم. رحمتك يا رب. المشوي السخنة يا جميل. حسن انا كنت عارفه اني هلاقيك هنا يا حسن. كلمني يا حسن. بعد ايه يا سميره؟ بعد ما هديتي كل اللي بنيناه. اللي بينا عمره ما يتهدي يا حسن. انا خلاص اللي شفته بعينيا دلوقتي وسمعته بوداني صحاني وفتح لي عينيا. يعني ايه؟ يعني فعلا انا كنت هتسبب في خراب عشنا بايديا. سامحني يا حسن، الشيطان شاطر والغشاوه اللي كانت على عينيا خلاص انزاحت. صحيح. ايوه صحيح. عرفت ان سر البيت عموده، ومهما يحصل بينا ما يجبش يخرج بره الاربع حيطان، وممنوع دخول اي اطراف اخرى في مشاكلنا. ومن هنا ورايح هاكلها معاك بدقه يا حبيبي مادام بتحبني وبحبك. وفكرية يا سميرة. الله يسامحها بقى يا حسن. والبامية يا سميرة. أرديحي يا حسن. كنتم مع البامية الأرديحي. بامية أرديحي، بطولة خيرية أحمد، سامح الصريطي، نادية فهمي، رشوان توفيق، إحسان القلعاوي، فايق عزب، رأفت فهيم، عبد الوهاب خليل، عنايات صالح، منى الأمير، عصمة الشناوي، وصلاح عفيفي. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد مها توفيق. بامية أرديحي سهرة من تأليف مجدي الجلاد، إخراج
كامل عبد المجيد.